جزيرة ترجعك إلى الماضي 1000 عام. جزيرة مليئة بالطبيعة وخلابة جدا، ولكن لا يوجد فيها أي تطور، فبنجرب ونعيش هناك 24 ساعة. نيجي نسوي اليوم بإذن الله فلوج جديد. اليوم بروح باراموكا آيلاند، إحدى من ال1000 الجزيرة التي موجودة حول جاكرتا. اليوم بروح جزيرة جدا جديدة، بنسوي فعاليات جديدة بإذن الله، فعاليات بعضها ما سويتهاش في بالي زي السنوركلينج، وأيضا اليوم بروح شواطئ مختلفة أكيد لأنها جزيرة ثانية، وبنروح نشوف كيف باراموكا، مكان جدا جميل يقولوا. والآن وصلنا على الجزيرة، الحمد لله على سلامتنا. أول ما وصلت الجزيرة أخذت انطباع أجمل، لأن البحر أول ما وصلنا جدا نظيف كان ما شاء الله، ونقدر نشوف السمك وأقدر أشوف الرمل من فوق القارب. فكانت كبداية محمسة، وتحمس أيضا أكثر للسنوركلينج، لأنه لما يكون البحر أجمل فيكون السنوركلينج جدا رهيب. فالآن وصلنا وبنتحرك بإذن الله على البيت، ونجلس كذا 20 دقيقة ونأكل، ثم نحرك ونبدأ نسوي النشاطات، ونروح على الشاطئ ونسوي السنوركلينج ونسوي كل شيء بإذن الله، ونسوي بالليل الباربيكيو. وهذه غرفتنا البسيطة. في الرحلة هذه كانت معنا 3 وجبات وواحدة باربيكيو، لكن الوجبة الأولى ما عجبتناش، ومعنا ساعة ونص راحة، فرحت واشتريت رز واندومي، والآن جيت أكل وبعدين برتاح كمان ساعة، وثم بإذن الله نبدأ نسوي النشاطات. والآن أخذنا اللايف جاكيت والنظارات علشان بنروح بإذن الله. الآن بنتحرك إلى القارب، وبعدين بنبدأ نسوي سنوركلينج ونأكل السمك ونستمتع ونشوف الأماكن كيف، والبحر جدا نظيف هنا، شوفوا كيف، فالمكان جدا جميل بإذن الله. بس نشيل روتي، نشيل عيش عشان نأكل السمك ونتحرك بإذن الله للقارب. شوفوا ما شاء الله المكان من هنا جدا رهيب. أتوقع أن السنوركلينج بيكون أفضل سنوركلينج بسويه في الحياة. الشاطئ جدا نظيف والأسماك كثيرة، المكان جدا رهيب، تحس إنك داخل على بوابة الجنة. والآن وقفنا هنا بنجلس شوية نتسبح، ويقالوا كمان بيعلموا البعض كيف يعملوا سنوركلينج، لأنه في ناس أول مرة يعملوا سنوركلينج، فبنجلس هنا نتسبح شويتين وبعدين نحرك على السنوركلينج. شوفوا المكان ما شاء الله جدا نظيف، الشاطئ شوفوا كيف خرافي. Kamera tapi slow motion kameranya. Ayo. What? Bro, what are you talking about, man? وهذه أماكن مهمة إنهم مثلا يوقفوك هنا، لأن الصور اللي تأخذها صور تذكارية للأبد، وأماكن جدا جميلة. يعني شوفوا ما شاء الله كيف تأخذ صورة هنا. شوفوا مثلا هذه الصورة أخذتها هنا، تكون صور تذكارية وتحطها بالإنستغرام أو تحطها بالواتساب، وتكون أماكن جدا جميلة وأماكن لا تنسى، وصور لا تنسى أيضا. والآن وصلنا المكان اللي بنسوي فيه سنوركلينج، الغطس بالماء مع السمك. فوصلنا وعملت أول غطسة. المكان جدا جميل، الحجار جدا مختلفة، شفت سمك أسود لأول مرة في حياتي أشوف سمك أسود. السمك جدا جميل، شفت أسماك ملونة كمان، هذه شفتها في أماكن مختلفة، لكن لأول مرة في حياتي أشوف سمك أسود في هذا المكان في باراموكا آيلاند. فالمكان كان جدا جميل. والآن كمان بندخل نتسبح ونأكل السمك ونشوف أشياء مختلفة عن العادة. والآن جينا بالقارب لهنا، نجلس 40 دقيقة نرتاح، اللي شي يتسبح، لكن البحر مش عميق، يعني كذا كله شاطئ ترتاح بس فيه. وبعدين بنحرك بإذن الله على البيت عشان نأكل. بس بنجلس هنا، شوفوا المكان كيف جميل ما شاء الله. وأيضا دائما في كل مكان يحطوك عشان تلتقط صور، فنأخذ هنا كم صورة ونرتاح وبعدين نحرك على البيت. خلصنا نرتاح وبنحرك على القارب عشان نرجع للبيت. جينا هنا نأكل ونستمتع بالغروب. خرجنا من البيت رايحين حديقة السلاحف، بنشوف السلاحف بإذن الله وبنتعلم أشياء كثيرة عليها، ومن ثم بنروح مكان آخر نأخذ كم صورة، ونأخذ صورة مع الصاين حق الجزيرة، ومن ثم بنروح مكان بعده وبنشوف مع بعض كيف المكان اللي بعده بنكتشف. شوفوا ما شاء الله كيف حجمها جدا كبيرة جدا.
واو. والآن هنا وصلنا حديقة السلاحف. سبحان الله السلحفاة يقول لك تنام مع أكثر من ذكر، ولما تبيض ما تبيضش عادة زي بقية الحيوانات كل سنة أو سنتين، من 3 سنين إلى 5 سنين، بس لما تبيض 100 بيضة. سبحان الله. فاليوم احنا في حديقة السلاحف وتعلمنا حاجات عن السلاحف كثير. It's so heavy guys. Almost 45 pounds. سبحان الله هذه عمرها 5 أيام. هذه السلحفاة عمرها 5 أيام. هذه السلحفاة عمرها 2 شهر فقط. وهذه سبحان الله عمرها 9 سنين. سبحان الله هذا الباسكت الأخضر فيه 180 بيضة. من تاريخ 9 إلى 16 إبريل يطلعوا البيض، يشيكوا كل يوم، الذي تفقس يودوها إلى الماء، سبحان الله. فيخلوها بين الرمل. الآن البيض بين الرمل، يعني أنت ما تشوفوش إلا من تاريخ 9 إلى 16 يشيكوا كل يوم. والآن وصلنا نهاية الفلوج بعد ما جلسنا أكثر من 24 ساعة في الجزيرة، وهذا كان قاربنا، وكانت الرحلة بالرجعة كانت فيها أمواج كثيرة، لكن الحمد لله وصلنا بسلامة، وبإذن الله في فلوجات جاية أكثر وأكثر. واعمل لايك وسبسكرايب لأن الفلوجات الجاية بتكون في تركيا، بروح اسطنبول وبروح مدن أخرى. لأول مرة أروح اسطنبول وبنكتشف أشياء جديدة مع بعض، وبنجرب الأكل في تركيا. كل الناس توصف الأكل في تركيا، فاعمل لايك وسبسكرايب وشوفونا في الفيديو الجاي. لايك وسبسكرايب يا حبيبي، ها لايك وسبسكرايب.